جربنا اغلى منتجات السوبر ماركت ضد ارخص منتجات عشان نقارن بينهم ونقول لكم فرق السعر يستاهل ولا ما يستاهلش. فمعانا النهارده اغلى وارخص شيش طاووق ونودلز وجبنه رومي وشوربه وحاجات تانية هتشوفوها دلوقتي. بدأنا بنوعين شيش طاووق جاهز، الأغلى حلواني ب 77 جنيه والأرخص كوكي جولد وده ب 63 جنيه، والاتنين نفس الوزن بالظبط 400 جرام. مكتوب على كوكي جولد إنها من أفخاذ الفراخ متبلة بنشا وسكر وبصل وتوم وجنزبيل وطبعا ملح وشطة، بس لقينا مع المكونات دي بقى فوسفات أحادي الصوديوم ودي مادة حافظة بتبقى موجودة في الأكل المعلب وبالمناسبة بتسبب أمراض القلب والكلى. نفس الكلام برضو لقيناه في حلواني اللي معمولة من قطع فراخ مجمدة وتقريبا نفس التتبيلة بالظبط، بس زيادة عليها كمان مكسبات طعم الشوي وزياده برضه جلوتامات احادي الصوديوم ودي ماده عليها جدل كبير قوي. المهم فتحنا العلبتين، فرق اللون والريحه كانوا واضحين جدا رغم ان هم المفروض نفس المكونات يعني، بس عامه ريحه كوكي ولونها كانوا اقوى بشكل واضح. بدانا نسوي الاثنين ورغم ان مكتوب ان هما بيستووا في 6 دقائق بس الحقيقه انهم خدوا حوالي 15 دقيقه عشان يستووا كويس. دي برضو حاجه غريبه لان حلواني تحديدا كانوا كاتبين ان الفراخ اصلا مطهيه بالكامل. بدانا ندوق الاثنين لقينا ان كوكي طعمها احلى، تشبه جدا اللي بناكلها في المطاعم، توابلها كانت غنيه اكتر كمان. حلواني برضو ما كانتش سيئه خالص، بالعكس هي فراخ صافيه وكل حاجه وطعمها كويس، بس التتبيله هاديه قوي. عامه الموضوع في الاخر اذواق، فاحنا شفنا ان فرق السعر هنا ما يستاهلش. دخلنا بعد كده على ارخص واغلى جبنه رومي. معانا النوع الغالي اتيلو 200 جرام ب 63 جنيه، اما النوع الارخص فاشترينا ربع عادي من السوبر ماركت وكان ب 40 جنيه. الجبنه بتاعت اتيلو كانت قديمه معموله من لبن بقري وجاموسي مبستر وملح ولون طبيعي وفلفل اسود، اما النوع الثاني فطبعا مش مكتوب اي حاجه، بس هو غالبا نفس الكلام يعني. لما فتحنا الاثنين لقينا ان اتيلو ليها ريحه تعتيق نفاذه جدا وكمان ملمسها كان دهني اكتر من النوع الارخص، بس برضه من ناحيه ثانيه الارخص كانت اطرى بشكل واضح وطعمها في البق كان احلى. النوع الغالي كان ناشف ومالح اكتر عشان قديمه قوي عكس النوع العادي اللي كان ملحها مظبوط. احنا ممكن نقول ان النوع الاغلى ممكن يبقى مضمون اكتر على اساس يعني انه معقم ومعبأ، بس انت برضو لو هتشتري الجبنه الارخص من مكان مضمون ونضيف هيبقى فرق السعر ما يستاهلش. قارنا بعد كده بين نوعين من النودلز. النوع الغالي نودلز كوريه ب 58 جنيه، جبنا السبايسي منها ودي قارناها بكيلوجز اللي سعرها 6 جنيه ونص وبرده بطعم الشطه. لما قرينا المكونات لقينا النوع الكوري معمول من شويه توابل كتير كده، بس المهم يعني اللي ممكن نقوله في المكونات هو ان فيها زيت نخيل واحادي جلوتامات صوديوم وفوسفات غذائي، دول طبعا معروف اضرارهم، ده غير برضو ان فيها زيت كانولا وشراب الذره ودول مرتبطين بامراض القلب والكبد. الناحيه الثانيه كيلوجز برضو فيها زيت نخيل مع التوابل والالوان الصناعيه، بس ما فيهاش بقى شراب الذره وكميه الزيوت الكتير الثانيه دي، والاثنين طبعا فيهم دقيق وفلفل حار. لما فتحنا الاثنين اول حاجه لاحظناها ان النودلز الكوريه سميكه اكتر وده هنتكلم عنه بعد شويه. الحاجه الثانيه ان الشطه اللي في النوع الكوري عباره عن صوص سايل ومعاها كمان كيس خضار مجفف، وده عكس كيلوجز اللي كان معاها كيسين توابل باودر عادي زي ما احنا متعودين. بدانا نجرب، حطينا الاثنين في ميه سخنه، ضفنا كميه الشطه اللي احنا عايزينها على النوعين وسبناهم متغطيين حوالي 5 دقائق لحد ما يستووا. وطبعا بسهوله جدا تقدر تلاحظ الفرق في ريحه وقوه الشطه بين النوعين، يعني الكوري تكسب في موضوع الشطشطه ده. الفرق الاهم بقى بالنسبه لنا ان النودلز الكوريه سميكه اكتر، فاحساسها في البق احسن، انت حاسس انك بتاكل حاجه فعلا، وطبعا ما بتتريش مع الميه والسخونه عكس كيلوجز. ده غير برضو فكره الصوص السايل ده اللي فيه شويه زيوت كده مخليه الطعم احلى. بالنسبه لكيلوجز فالنكهه السبايسي كانت اقل بس بالنسبه لنا معقوله جدا، يعني الثانيه مقفوره شويه. فعموما لو بنتكلم عن الطعم فالكوري احسن بس بصراحه فرق السعر مبالغ فيه جدا، فاحنا شفنا انه ما يستاهلش. دخلنا بعد كده على نوعين تشيكن بوب كورن. النوع الغالي من كوكي سعره 62 جنيه والنوع الارخص روستي وده سعره 42 جنيه، برضو الاثنين نفس الكميه 400 جرام. مكتوب على علبه كوكي انه منتج للاطفال، فيه شويه فيتامينات زي الف ودال، فيه كمان كالسيوم وحديد، وقايلين انه معمول من فراخ فريش ومتبله، بس برضو زيه زي اي منتج معلب لازم تلاقي الفوسفات الغذائي اللي هو الماده الحافظه. اما روستي فلقينا تقريبا نفس التتبيله معموله من نوع فراخ اسمه بداره بتاع التسمين، ولما دورنا لقينا انها سلالات فراخ بتتربى بطريقه معينه وبتكبر اسرع، بيبقى فيها لحم اكتر. المهم فتحنا النوعين، ده كان الفرق في الشكل بينهم. كوكي كانت القطعه بتاعتها مدوره، اما روستي فكانت شبه مربعه كده، كمان الكراست بتاعتها من بره كانت اوضح ولونها مصفر اكتر. بدانا بقى نقلي شويه من كل نوع عشان ندوق ونعرف الطعم، ولاحظنا ان روستي استوت اسرع من كوكي، خدت لون ذهبي اكتر. اما بالنسبه للطعم فكوكي تتبيلتها كانت مظبوطه جدا والقرمشه كمان كانت حلوه قوي، على عكس روستي اللي تتبيلتها كانت ضعيفه قوي رغم ان القرمشه فيها كانت اكتر واحسن من كوكي. عموما يعني في الحالتين المقليات مش احسن حاجه خالص للاطفال ولا لاي حد يعني، بس لو بنقارن المنتجين دول ببعض ففرق السعر بصراحه يستاهل. دخلنا بعد كده على نوعين جبنه اسطنبولي. الغالي مزارع دينا ب 62 جنيه ودي قارناها بالارخص اللي هو طعمه ب 25 بس، والاثنين نفس الوزن بالظبط 500 جرام. بالنسبه لمزارع دينا فمعموله من لبن بقري طبيعي مبستر ولبن مجفف وملح ومستخلص فلفل اخضر، ومكتوب كمان انها خاليه من اي مواد نباتيه. اما طعمه فمعموله برده من لبن بقري مبستر لبن مجفف، بس هنا بقى يظهر زيت النخيل والمواد الحافظه. فتحنا العلبتين لقينا مزارع دينا متماسكه اكتر رغم ان قوامها طري، ده عكس طعمه اللي كانت كريمي وخفيفه اكتر، وده غالبا بسبب زيت النخيل. فردنا شويه على شريحتين توست عشان ندوق ولقينا ان مزارع دينا طعمها طبيعي وغني جدا عكس طعمه اللي كانت كريمي زياده بس في نفس الوقت
طعمها صناعي قوي. الحقيقه فرق الطعم بينهم كبير، بس الاهم كمان ان مزارع دينا صحيه اكتر عشان موضوع انها ما فيهاش زيوت نباتيه ده، عشان كده فرق السعر هنا يستاهل. في التجربة اللي بعد كده قارنا أغلى وأرخص زيتون كلامات. الغالي كان براند يوناني اسمه إليادا 250 جرام ب 94 جنيه، والرخيص براند مصري اسمه تشويس وده 720 جرام ب 52 بس. وغالبا الوزن ده شامل السوائل اللي منقوع فيها الزيتون نفسه. أول حاجة لفتت نظرنا إن إليادا عبوة صفيح بتتفتح زي التونة كده، برضو غامقة عشان تحافظ على الطعم أكتر. بس الأهم بقى من موضوع الشكل إن السائل اللي محطوط فيه الزيتون عبارة عن زيت زيتون وملح ومية، ده طبعا كويس جدا. أما تشويس فالزيتون كان منقوع في محلول ملح وأحماض عضوية وبهارات وخل. لما فتحنا إليادا لقينا حجم الزيتون كبير زي ما مكتوب بالظبط على العلبه اكسترا لارج، اما تشويس فكانت الاحجام متنوعه. المهم بدانا ندوق، عملنا بيتزا صغيره كده بالتوست وصلصه البيتزا وحطينا عليهم النوعين. بالنسبه للتشويس الارخص كان اطرى اكتر، ده طبيعي طبعا بسبب محلول الملح، وكمان طعمه كان لاذع ومملح اكتر. بس في النهايه فرق الطعم مش كبير لدرجه انك تدفع السعر ده كله، خصوصا لو عرفت تلاقي منتج منقوع برضه في زيت زيتون زي اليادا كده يبقى احسن. يعني من الاخر فرق السعر هنا ما يستاهلش. دخلنا بعد كده على نوعين شوربه سريعه التحضير والاتنين كريمه بالمشروم. النوع الغالي كان ماجي 16 ونص، اما الارخص فكان بشاك وده براند تركي سعره 11 جنيه ونص. ماجي معموله من دقيق قمح مع نشا ولبن بودره وزيت نخيل مهدرج وماده حافظه كده مستخلصه من الذره، خطيره جدا على سكر الدم. اما بشاك فمعموله من دقيق الحنطه، ده نوع حبوب بيستخدموه كبديل للقمح، فيه الياف كتير، هو عامه كويس للي عندهم حساسيه جلوتين. وباقي المكونات زيها زي ماجي، يعني برضو نشا وزيت نخيل ومشروم مجفف نفس الكلام. بالنسبه للكميه فالاتنين زي بعض، بيكفوا 4 اطباق وبيتعملوا مع لتر ميه. المهم استخدمنا نص الكيس من كل نوع مع نص لتر ميه، فضلنا نقلب لحد ما غلي والشوربه قوامها تقل. من النظره الاولى كده ماجي قوامها اتقل وكمان ريحتها كانت احلى، والناحيه الثانيه بشاك كانت خفيفه قوي، ده اتاكدنا منه برضو لما دقناها، يعني طعمها جاي من بعيد قوي ملوش اي علاقه بشوربه الكريمه اللي احنا عارفينها. بالنسبه لطعم ماجي برضو ما كانتش شوربه المشروم يعني بتاعه المطعم، بس كانت احسن شويه عشان مملحه اكتر، عشان كده شفنا ان فرق السعر هنا يستاهل. لو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا عايزين نقارن بين منتجات ايه تاني الحلقات الجايه.